اكتر تراكات مظلومه في الراب سين المصري. يلا بينا نبدا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب واكتب لي ايه اكتر تراك مظلوم بالنسبه لك تحت في الكومنتات. رقم 1 عفروتو ومروان موسى ومولوتوف من مفيش. التراك ده بالنسبه لي ما اخدش حقه خالص، مع انهم رابرز مشهوره جدا والبروديوسر هو مولوتوف، يعني صباح الجمدان. التراك الصراحه بيعجبني جدا وشايفه الصراحه اندر ريتد مع انه جايب 800,000. التراك اللي بعده يا رب انطق اسمه صح، موكسد مستشفى. حسني عايش في مستشفى مجانين، وشطاني يقول لي دوس اكلوس، حسسني بالفلوس بقيت مهووس، زميلي قادر اشوف كدب في العيون. الصراحة التراك ده كان مفاجأة بالنسبة لي لأن البيت جامد أوي يا جدعان، والكورس كاتش فشخ، حاسس إني عايش في مستشفى مجانين. والتراك أندر ريتد جدا، جايب 3000 يا جدعان، وربنا حرام حرفيا. عامة كل التراكات هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن. نخش على التراك اللي بعده، كريم أسامة روتين. زود الكور للأخصام، ثاني ميزانية واستثمار عشان تشغل السوق. فرنسا بتلت عايزة استئصال، تجادات رميها الناس مش لاقيها، عيونهم بصيرة حبهم قصير اصحاب. من اجمد تراكات كريم أسامة ومن اجمد تراكات الالبوم اللي هو اسمه عودة الابن الضال، اللي كان فيه يمكن على بالي ونزلت سمان، بس التراك ده ليفل تاني خالص ويستاهل بجد يتسمع. التراك اللي بعده ارسنك وباتيستوتا برونو. اللاعب الاكفأ بقلب الملاعب دي حفله، جماهير في الملاعب بتسقف من ديستورشن السماعه بتغشلق. دريل قبل موجة الدريل الأخيرة، والصراحة عاملينه جامد جدا. التراك ده مظلوم قوي يا جدعان، وفيرس أرسنك أنا ما شفتش كده في حياتي بصراحة. التراك جاب 1.5 مليون بس هو أندر ريتد، الناس يعني مش بتذكره كتير، ما بيتسمعش كتير وهكذا. اللي بعده أبي يوسف وأبو الأنوار وسانتا وديسو. واو واو واو، لا ده اسم التراك عادي يعني. في العرضة وبتدمر، مش قادر ومش هقدر. تيم المكسيك عاملين فيديو كليب عن مستشفى مجانين بجد بقى، مش زي تراك موكسد. وابي يوسف اكتر واحد لايق عليه دور المجنون، واجمد فيرس فيهم هو فيرس احمد سانتا ده. كله اترمى، المودي اللي بيلزمنا ولا احنا نفس الناس، رغم كده ده مش مكاننا. والصراحه محدش خيش في التراك ده، والتراك مظلوم جدا ككليب. كليب جاب اقل من 1 مليون يا جدعان، وانت سامع الاسماء بقول لك احمد سانتا وابي يوسف وابو الانوار، اقل من 1 مليون فيديو كليب. المركز اللي بعده زياد زازا سخنت. استجرب قلبي لقيتني سخنت، وانا كان مفروض ابعد عنه. انا الصراحه ما بيعجبنيش او مش ذوقي زياد زازا العادي، تمام؟ فالتراك ده كان مختلف تماما عن زياد زازا اللي انا اعرفه، وفي التراك ده اثبت ان هو بيعرف يعمل حاجه بجد، مش يطلع يقول لك ايه وخلاص، لا هو يعني عنده موهبه يعني. المركز السابع مروان موسى ورابتور، التراك اسمه رابتور. زيتش بيقول لي مانشيت، فديته مانشيت، ما نسيتش لو كنت كرواتي كان اسمك هيبقى مجد. من اكتر التراكات اللي بسمعها لمروان موسى، ما تسالنيش ليه، وكان اول مره اسمع فيها رابتور، والصراحه كان جامد. حتى اسمعوا الحته دي. ده زي ما شافوا عليا بيرد، فجينا في مجاله فجاله دماره، فبينا يا مارو بايدينا نلطشه، يلا بينا نبدا. شاف شام شعره شاب حتى لما غاب. اديله فرصه واسمعوه. التراك اللي بعده ليجاسي ومهاب نو بروبليما. نجم في الملعب انا والفريق، مخرج مش بلعب كابتن مش اريك، حاسك مش هنا حاسك مش اكيد، ده واحد مننا ولا انت لطيف. كان ساعتها اعلان للليجا اللي هي الدوري الاسباني، كان عاملين ايفنت في مصر هيتفرجوا فيه على الكلاسيكو، وساعتها برشلونه كسب ريال مدريد 4-0. حسبي الله ونعم الوكيل. تخيل اكتر اتنين في السين ممكن يعيطوك من تراكاتهم يعملوا تراك بعيد عن ده خالص. الصراحه غير متوقع. التراك اندر ريتد مع انه داخل على 4 مليون. التراك مظلوم جدا، معرفش ازاي. التراك اللي بعده ليجاسي سنتر. الطبخة طابت جاي في معادي يا اسطى كاني ظابط، وده مش حلمي ده ظرف طار. برضه تراك وكليب جامدين جدا، مش واخدين حقهم خالص. المركز الاخير ودي المفاجأة، مروان بابلو ببلاش. زمان ستايلي كان فري، دلوقتي بقى مش ببلاش. اكتر تراك شفته اتظلم في حياتي لمروان بابلو يا جدعان. التراك جامد قوي، حتى مش مكمل نص مليون. حتى اسمعوا الحته دي. قاعد يا زميلي بتسبب توهان، قاعد دور يا زميلي مش بعوان. وبس كده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتشير لاصحابك عشان يشوفوا الفيديو، وكل لينكات التراكات موجوده في الديسكريبشن. وما تنساش تعملي فولو بالمره.